اذا العاصفه اللي دارت الرعب في فرنسا واسبانيا، ودابا كاين تخوف كبير واش غتوصل للمغرب ولا لا، وشنو التاثير ديالها الا وصلت. اول حاجه خصنا نعرفوا العاصفه نيج ماشي عاصفه عاديه، هذه عاصفه قويه بزاف. الرياح ديالها وصلت لاكثر من 160 كم في الساعه، وخلفات قتيل وقطعات الضوء على مئات الالاف ديال الناس في فرنسا. هاد الارقام بوحدها كتعطيك فكره على القوه ديالها اخي المواطن. دابا السؤال الكبير، واش فعلا العاصفه غتجي للمغرب؟ حسب التحليلات الجويه، العاصفه في الاصل كتحرك من المحيط الاطلسي وكتبدل المسار ديالها حسب الضغط الجوي والتيارات الهوائيه. الخبراء كيأكدوا ان اي عاصفه كتضرب اوروبا الغربيه خصوصا جنوب فرنسا واسبانيا، ممكن البقايا ديالها ولا التاثير غير مباشر يوصل حتى لشمال افريقيا ومن بينها المغرب. ولكن خصنا نوضحوا نقطه مهمه، ماشي بالضروره العاصفه تجي بنفس القوه. غالبا ملي كتقرب المغرب كتضعف شويه، حيت كتبدل الحراره ديالها، حيت كتبدل الحراره ديال البحر والتيارات الهوائيه. ولكن حتى وهي ضعيفه تقدر تسبب رياح قويه، امطار رعديه واضطرابات في البحر، وحتى فيضانات في بعض المناطق. اذا هاد العاصفه توجب علينا الحذر منها، لانها غتكون قويه وتقدر دير ديغا. علاش؟ دونك اشنا هي المناطق المهدده بهاد العاصفه؟ دونك هي مناطق الشمال، السواحل الاطلسيه والمناطق الجبليه. لماذا هاد المناطق؟ حيت هاد المناطق هما اول بلايص كتلقاو الرياح القادمه من المحيط. والخطير في العواصف ماشي غير الرياح، بل المفاجاه في العواصف الاطلسيه انها معروفه بانها كتبدل الاتجاه ديالها في اخر لحظه، يعني ممكن توقعات تغير في الساعات الاخيره. اذا خاص المغاربه يحتاطوا، خاص الحذر، خاص الناس يتبعوا النشرات ديال الطقس الرسميه، خصوصا الا خرجت مديريه الارصاد الجويه بانذارات. دونك مديريه الارصاد الجويه خبرت بان هذه العاصفه غادي تكون يوم الجمعه والسبت بحول الله. ما توقفش طوموبيل تحت الاشجار، سد نوافذ مزيان، بقى بعيد على البحر، وتجنب السفر الا ما كانش ضروري، حيت بزاف ديال الحوادث في العواصف كتوقع بسبب الاستهتار. هذا ما كان الاخوان، شكرا على المتابعه، والى الفيديو المقبل ان شاء الله.